هي ناعمة قريبة يا بنت الناس الطيبة. نعمل مع بعض النهاردة أحلى قريبة ناعمة ودايبة ب3 مكونات بس. تمسكيها ماسكة نفسها، وأول ما تضغطي عليها دايبة بالشكل ده كده. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. يلا نبدأ نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدأ نسمي بالله ونصلي على الحبيب شفيعنا رسول الله محمد. ودلوقتي هنقول مكونات الغريبة. 3 مكونات بس. كيلو من الدقيق، لو ما عندكيش دقيق مخصص للكحك والبسكوت هتستعملي دقيق جميع الأغراض. معايا 600 جرام من السمنة البلدي الجاموسي. انا مستعملة سمنة بلدي جاموسي عشان يبقى لونها أبيض، عشان ما تغيرش في لون الغريبة معايا. يفضل طبعا ان انت تستعملي نوعيه سمنه كويسه في الغريبه بالذات. ومعايا 300 جرام من السكر البودره. لو مش موجود عندك سكر بودره هطحني سكر عادي. كده كل مكونات الغريبه هنزل بيها في بوله العجان كلها مره واحده. وطبعا لو مش موجود عندك عجان اشتغل بالمضرب الكهربائي او بايدك. سكر البودره، وطبعا السكر البودره لازم تنخليه الاول، انزلي عليهم بالدقيق. لو مش موجود عندك عجان بين ايديكي كده براحه ايديك كده وهتشتغلي كده. هي لو ما عندكيش عجان او مضرب هتاخد وقت شويه. وحطيتها في العجان واشغل عليها بسم الله. ودلوقتي معايا عجينه الغريبه بالشكل ده كده. في الاول بتعمل معايا زي الرمل المنادي، بعدها بتبقى معايا عجينه كده. بس ده لسه مش اللي انا عاوزاه. انا عاوزاها عجينه ملزقه خالص. برجع اشغل عليها العجان تاني. ده بعد حوالي 10 دقايق برجع اشغل عليها العجان تاني كده حوالي دقيقتين. دي كده بيبقى شكل العجين، تبقى طريه وملزقه خالص بالشكل ده. لو تشتغل في الكيس هتشتغل على طول في الوقت ده. انما لو انت عاوزه تكوريها تدخليها التلاجة تسيبها ترتاح اقل حاجه نص ساعه. نشتغل شويه بالكيس عشان لو انت حابه تشتغل بالكيس اوريك ازاي تشتغل بالكيس، وادخل الباقي التلاجة وارجع اكوره معاك عشان نبقى عملنا الاتنين مع بعض ان شاء الله. وحطيت 2 في الصينيه وادخلهم الفرن عشان اختبرهم الاول. بقى مش ممسوح اي ماده دهنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هشكل فيها اللي هعمله بالكيس. طبعا في الاخر هاجي اضغط عليها كده الغريبه هتتساوى معايا، وتسيبي بينهم مسافات لان الغريبه بتريح شويه معاكي في الفرن. ومعايا هنا لوز هحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. احطه على وش الغريبه بالشكل ده. وطبعا ممكن تستغنى عن الخطوه دي، تسوي بس وش الغريبيه كده وتدخليها الفرن. ودلوقتي ادخلها الفرن على فرن متسخن على درجه حراره 150 على رف وسط. هتاخد معايا من 12 دقيقه ل 15 دقيقه. ما تزوديش الوقت عن كده، يعني بتاخدش معاكي لون ولا من تحت ولا من فوق. بتسيبيها بس من 12 ل 15 دقيقه وتطلعيها. لما بتيجي تطلعيها من الفرن بتحطي ايدك عليها كده بتحسها لسه طريه. هتسيبيها عادي خالص ساعه او ساعتين، وتيجي بعدها تلاقيها ماسكه نفسها وتشيليها عادي. بس ما تحاوليش ان انت اول ما تطلعيها من الفرن تشيليها. وافضي بقيه عجينه الغريبه في بول عشان ادخلها التلاجة نص ساعه. ممكن تحضريها قبل الفطار وتحطها في التلاجة وبعد الفطار تشتغل فيها. واغطي وشها وادخلها التلاجة. ودلوقتي معايا الغريبه اللي سبتها في التلاجة حوالي نص ساعه عشان احنا في الشتاء والجو ساعه بتسيبها بس نص ساعه. انت لو في الصيف ممكن تسيبيها ساعه ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخدها بسم الله اكورها بالشكل ده كده. حجمها من 10 ل 12 جرام، ما تكبريش عن كده. معايا هنا الزاني مجروش. طبعا ما تحطيش على وشها مكسرات خالص. احطها في صاج هنا كده مش مدهون اي ماده دهنيه. وما بتضغطيش عليها وانت شغاله فيها، انت بس بتظبطيها كده من بره. دلوقتي بعد ما خلصت تشكيل الصاج ده ادخله الفرن. اللي اخلصه ادخله على طول اسوي جنبي. وبعد ما اخلص واسيبهم يبردوا تماما وبعدين نقدمهم مع بعض ان شاء الله. دلوقتي معايا الغريبه بعد ما طلعت من الفرن سبتها هدت خالص. انا كنت عاملاها بالليل قبل ما انام وسبتها تاني يوم الصبح عشان اقدمها معاكم بالشكل ده. شايفين ما شاء الله شكلها. دي اللي انا مكوراها، ودي معايا اللي انا عاملاها بالكيس الحلواني. ما شاء الله شكلها. ودول هنا التسويه معايا المظبوط. احنا شايفين كده ما خدتش ولا لون معايا من تحت ولا من فوق. زي ما احنا شايفين كده. تيجي تتكي عليها دايبه خالص كده. طبعا انت تحفظيها عادي زي الكحك والبسكوت في علبه بلاستيك اللي فيها بكيس تلاجة. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.